صباحكم خيرات حساب. لو انت من الناس اللي بتتعصب كتير او الغضب بتاعها جامد ومحتاجه ان هي تفهمه بشكل كبير، يبقى تعالي نفهم ايه الغضب وليه بنتكلم عن الغضب كشعور احنا محتاجين ان احنا نتحكم فيه. تمام. الغضب يا جماعه هو شعور زيه زي اي شعور تاني، مشاعر. لا خدناها يمكن في الكوتشنج انه المشاعر زوار بتيجي وتروح، والغضب زيه زي كل المشاعر، مشاعر الحب ومشاعر الخوف ومشاعر الضيق ومشاعر اي مشاعر بتيجي ومشاعر الاحباط. الغضب هي مشاعر زيها زي اي مشاعر، لا هي حلوه ولا هي وحشه، احنا بنتكلم على انه مشاعر محتاجين ان احنا نتعامل معاها. امتى بتظهر الغضب او امتى بنبدا نغضب او امتى بيحصل ان احنا بنتعصب جامد ونغضب جامد؟ الموضوع بسيط. بصفه عامه بنبدا نغضب لما حد يبدا يكسر حدودنا او يتخطى او يتعدى على حدودنا. في الحاله اللي زي دي بنبدا نغضب لان حته الامان بتاعتنا بتبدا يحصل لها نوع من الكسر او الهجوم، فهنا بيحصل نوع طبيعي جدا من الغضب. طبيعي؟ طبعا طبيعي جدا. طيب هنا الفكره في ايه؟ في ردود افعالنا مع الغضب. يعني ايه ردود افعالنا؟ يعني بتفرق كتير قوي ردود الافعال وقت ما احنا بنتكلم. دايما الحاجه اللي احنا بنتكلم فيها عندنا نوعين اتنين من رد الافعال او ردود الافعال اللي بتحصل وقت الغضب. اما ان بيحصل قمعها، ودي بتبقى من ايام بتيجي عندنا احنا ككبار، من ايام ما كنا بنتربى واحنا صغيرين. ما تتعصبيش، ما تزعقيش، يعني ما تتكلميش، ما فبتحسي، او انت لو زعلتي او اتعصبتي انا هزعل منك، لو اتعصبتي انا هخصمك، لو فاحنا بنبدا نقمع احساس الغضب او مشاعر الغضب عندنا دي، بنقمعها ونبدا يحصل لنا بقى احنا مشاكل نفسيه وجسديه، لانه هي بتتطور بعد كده لمشاكل جسديه، تبقى نفسيه وبعد كده بتروح لمشاكل جسديه. فالقمع في حد ذاته ده مشكله. الرد الفعل التاني هو الغضب الهجومي، اللي هي بنبدا نضرب بقى في كل حاجه، نكسر، نعمل، بنأذي نفسنا ونأذي الناس اللي حوالينا وبنخسر ممتلكات. الناس اللي بتقعد تكسر وتشيل وتحط، المهم ان بيبقى في نوع من الردود بتاعه الغضب هو الغضب الهجومي. في عندنا حاجتين، ان احنا يا اما بنقمعها يا اما بنهجم بشكل كبير، والاثنين مش صح. دايما لازم يبقى فيه وسطيه، وهنقولها ازاي. هنعرفها واحنا بنقول الثلاث مراحل بتاعه الحل. ازاي بقى يا نهى ابدا اتعامل مع الغضب على انه مشاعر عاديه، والناس ما تقعدش تتهمني كل شويه ان انت ست عصبيه وان انت مش عارف ايه وان انت بتقعدي تعصبي كتير وين. الموضوع بسيط. 3 حاجات او 3 خطوات هتعمليها او 3 مراحل هتمشي فيها وانت بتحلي موضوع الغضب ده. تمام. اول خطوه هو الصدق. يعني ايه الصدق؟ يعني خليكي صادقه مع نفسك. لما تحسي ان انت جواكي مشاعر من الغضب، ودي بتظهر في حاجات كتيره يا جماعه، مش شرط تكون بتظهر بس في عصبيه وزعيق ممكن تظهر في الكز على السنان مثلا، ممكن تظهر في تخبيط بيبان وتقفيل واحنا بتغسلي المواعين فعماله تكسري دي بتظهر في حاجات كتيره جدا. ممكن تظهر على الولاد بعد كده تعصبي عليهم بدل ما تعصبي على الطرف الاساسي. فلما تبداي تفهمي ان انت في حاله مشاعر غاضبه بشكل او باخر، مطلوب منك ان انت ببساطه تهدي كده وتفهمي وتدركي، زي ما بيقولوا بتوع علم النفس، ادراكك ان في مشاعر الغضب. لما تدركي ان انت مشاعر غضب بيحصل نوع من التواصل تاني بينك وبين نفسك، وبتبداي تهدي كده شويه وتبداي تفكري ازاي هتتعاملي معاها. ففكره الصدق مع نفسك انه في مشاعر بدل ما تتجاهليها، لانه اغلبنا بيبدا يتجاهل المشاعر دي، فبدل ما تتجاهليها لا، خلي عندك صدق في التواصل مع نفسك، هيهديكي اصلا الخطوه دي. الخطوه الثانيه هو ان انت تبداي تفهمي. الاول كانت الصدق، الثانيه ان انت افهمي هل دي مشاعر غضب حلوه ولا وحشه. هو في غضب حلو ووحش؟ طبعا يا جماعه، هو ربنا ما اداناش مشاعر الا اذا كان ليها سبب. فهل مشاعر الغضب دي حلوه ولا وحشه؟ زيها زي مشاعر الحب. مشاعر الحب لما تقل قوي بتبقى مش حلوه، بيقولوا عليها ناس بارده. ولما تزيد قوي، لما يبقى في مشاعر زياده قوي، حب زياده قوي للشخص او للطرف الثاني، بتوصل معانا للتعلق، ودي كمان مش حلو. فالوسطيه بتبقى شيء مهم جدا. بالظبط كده في مشاعر الغضب، هل هي حلوه ولا وحشه؟ ازاي ممكن تكون مشاعر الغضب حلوه؟ اقول حلوه او جيده او كويسه، او لازم تعملي مشاعر الغضب دي لما حد يبدا يكسر حدودك ويتعدى الحدود دي. لازم يبقى فيه نوع من الغضب اللي يوقف الطرف الثاني ده عند حد معين. فبالتالي لما حد يجي يتحكم فيكي انت هتبداي تغضبي، لانه هنا بيكسر فيه الفاليو بتاعت الحريه. لما حد يجي يثبت، يبقى عايز يثبت وجهه نظر معينه، هنا برضو بيتكلم فيه الحريه، الحريه الفكريه. لما حد يجي يلمسك بشكل مش لطيف، هنا برضو بتتكلمي في الامان، فلازم تغضبي. مش معقول هتبقي قاعده ساكته لو حد بيلمسك او لو حد بيتحكم فيكي بشكل او باخر. فده غضب كويس جدا ولازم تفهميه. النوع الثاني من الغضب هو غضب الايجو بقى، الكبرياء. لما تبقي شايفه انه انت انطعنتي في كبريائك مثلا فتبداي تغضبي، انت شايفه ده، او شايفه ان انت لازم تثبتي وجهه نظرك ان هي دي الصح، فانت هنا لازم تثبتي، هتبداي تغضبي. لو انت عايزه تتحكمي في الشخص الثاني، انت اللي بتتحكمي في الشخص الثاني، فهتبداي تغضبي. وده بيحصل حتى مع الاولاد بصفه عامه، فانت اللي هتبداي تغضبي. فهنا غضب سيء جدا.
في نوع ثالث وكلنا بنبقى تايهين عنه، وهو الغضب الدفين، وده مهم جدا. الغضب الدفين هو بيكون نوع من التعدي علينا وعلى حدودنا من واحنا صغيرين، وبيبقى في نوع من الغضب جوانا مكتوم، بس بمجرد ما بنكبر بنبدا نتعامل بالغضب ده مع اشخاص تانية، يعني بنفش في غلنا في ناس تانية مش في الناس الصح. وهنا انت محتاجه تتعاملي مع ده بشكل كبير جدا، وتبداي تفهميه، وتبداي يبقى فيه فهم وهيلينج للموضوع ده. الخطوه الثالثه هي ايه؟ هي بقى الخطوات، الاكشن اللي هتعمليه، الاكشن اللي هتاخديه عشان تظبطي الغضب. وخليني اقول لك في السريع كده انه الخطوات اهم خطوه بعد ما فهمناها وبعد ما عرفنا ان احنا عندنا الغضب ده، هو ان انت تبداي تعبري عن الغضب بشكل واضح، عبري عن المشاعر بشكل واضح. بلاش يا جماعه نبدا نقول كلام 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 واحنا مش قادرين نوصل للنقطه الاساسيه. يعني مثلا لو زوجك بينزل يقعد على القهوه كتير وسايبك لوحدك في البيت، الطبيعي انت سايبني كتير، انت بتسالش فيا، انت مش معبرني، انت احنا مش متجوزين، احنا عاملين زي مش عارف ايه، بلا 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 بلا. كل ده هيبقى ابسط حاجه فيه ان انت تعبري عنه بشكل بسيط جدا. انت لما بتسيبني في البيت كتير انا بحس بالوحده. هنا في مشكله، انا ما بحبش ابان او اقول مشاعري. الناس ما بتحبش تتعامل مع مشاعرها، بتبدا تداري مشاعرها وتبدا تطلع الغضب بشكل كبير. لكن التعامل بشكل واضح وان انت تعبري بواضح جدا ده مهم جدا. عبري عن المشاعر نفسها. انا حسيت بالوحده لما انت سبتيني مثلا، انا حسيت ان انا مش في امان. لما حصل وعرفت انه اتخانقت مع مش عارفه مين او مين او مين، حصل ان انا حسيت بالخوف. تمام. لما انت جيت قلت لي انت عملتي كذا وعملتي كذا وعملتي كذا، هل انت كنت تقصد ان انا مقصره في حق في واجباتي، ولا كنت تقصد حاجه تانية؟ طب هو انا كده على طول؟ ولا افهمي، اسالي هل ده صح ولا ده بس على اللقطه دي، ولا اللي انا فهمته صح ولا انا فهمته غلط. الخطوات اللي بتاخديها في الكوميونيكيشن دي، ودي اهم خطوه، هي التعبير عن الغضب. ودي نوع من انواع الكوميونيكيشن، لازم يبقى فيه تواصل بينك وبين الطرف الثاني ايا كان هو مين الطرف الثاني. يبقى اول حاجه الحلول هو المشاعر، الغضب مشاعر زيها زي اي مشاعر، محتاجين يبقى فيها نوع من الوسطيه. تاني حاجه المفروض ان انت تحليها باول حاجه الصدق، تاني حاجه ان انت تفهميها وتعرفي نوعها، وتالت حاجه ان انت تاخدي الخطوات ليها. اتمنى ان الفيديو ده يكون فاتكم وكان فيه معلومات لطيفه. وتاني اعرفوا حدودكم يا جماعه كويس قوي، وارسموا حدودكم الشخصيه الاول، وبعد كده ابداوا ارسموا الحدود للناس التانيه. اشوفكم على خير، صباحكم زي السكر.